عام 1936 كان عمال خطوط السكة الحديد بيقوموا بمد القضبان في أحد المناطق على حدود بغداد، وأثناء العمل عثروا على قبر مغطى بألواح من الحجر بيرجع إلى العصر الفارسي. تم تاريخه بحوالي 240 سنة قبل الميلاد. من بين ما عثروا عليه في تلك المقبرة مجموعة من الأوعية الفخارية مثبت في بعضها اسطوانات نحاسية في المنتصف، ووسط الاسطوانة النحاسية قضيب من الحديد وبقايا رائحة خل تخرج من الوعاء. ما كانش حد عنده فكرة عن طبيعة الآثار دي، وظلت في المتحف العراقي لعدة سنوات. ثم جاء عالم آثار ألماني اسمه فيلهلم كونيج لدراسة المجموعة. خطر في باله إن تكوينها شديد الشبه ببطارية جلفاني. لما رجع لألمانيا قرر يعمل نموذج مماثل. جاب وعاء فخاري ووضع في وسطه أنبوب مفرغ من النحاس، وفي وسطه عمود من الحديد، وصب